في قلب المعابد الفرعونية وتحت ضوء الشمس المقدسة، تخيلوا إن في حشرة صغيرة كانت بتتعبد. مش بس كده، دي كانت رمز للحياة والتجدد عند قدماء المصريين. الحشرة دي اسمها الجعران. ليه الفراعنة قدسوا الجعران؟ قدماء المصريين كانوا بيراقبوا الطبيعة بشكل غريب جدا، فشافوا مشهد عجيب كل يوم الصبح: كورة روس صغيرة ماشية لوحدها لحد ما تختفي وسط الرمل، ومع شروق يوم جديد يظهر جعران مكان الكورة. فقالوا إيه ده؟ إزاي كائن يدخل كورة يطلع منها كائن حي؟ ومن هنا قالوا ده بيطلع من العدم. طيب، إيه هو الجعران؟ هو نوع من أنواع الخنافس، بيعتمد في غذائه على فضلات الحيوانات. بيقوم بتجميع الفضلات ويشكلها على هيئة كرة قد يصل حجمها 10 أضعاف حجمه، ويبدأ يدحرجها بأرجله الخلفية لمسافات طويلة. وكمان بيعتمد على الشمس علشان يعرف اتجاهه وهو بيدحرج الكرة، وعشان كده ربطوها بإله الشمس اللي كان بيدفع الشمس كل يوم في السماء، زي ما الجعران بيدفع الكرة بتاعته. وقت التزاوج، أنثى الجعران بتختار الذكر على أساس قوته وحجم كرة الروس، فكلما زاد حجم الكرة زاد إعجابها بالذكر، وبتطلع فوق الكرة وهو بيحرك الكرة لحد ما يوصل للمكان المناسب ويكون هو ده عش الزوجية. فلازم تختار ذكر قوي وغني قادر يبني لها عش كبير من كرة الفضلات، لأن كرة الروس ليست فقط للغذاء، هي مأوى ومكان لوضع البيض فيما بعد. وهنا أنثى الجعران مش بتقتل الذكر بعد التزاوج، هما بيعيشوا سوا في تبات ونبات وبيخلفوا صبيان وبنات، عشان هو قوي وبيبني عش الزوجية وبيوفر لها الغذاء. تخيل بقى العالم كله من غير حشرة الجعران. كان زمان الكرة الأرضية دي عبارة عن كرة كبيرة من الروث والفضلات، وكان هينتشر أمراض كتير، فالجعران يعتبر مهم جدا للحفاظ على نظافة البيئة والحماية من الأمراض. وبكده حلقة النهاردة خلصت. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وقولوا رأيكم في الكومنتات. وهل مستنيين حلقات تانية؟